السلام عليكم احبائي الاعزاء، كنتمنى تكونوا على خير. جيت معكم اليوم فيديو جديد ديال القطبان ديال اللحم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تبقوا معايا حتى الاخر الفيديو، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات واللايكات والاشتراكات. بقوا معايا حتى الاخر ان شاء الله. هنا التوابل اللي غادي نستعمل: الملحه، البزار، كمون، سكنجبير، التحميره والربيع. نبداو على بركه الله. غندير الملحه، غادي نضيف البزار، غنضيف قبصه ديال السكنجبير، غادي ندير الكمون كتشوفوا، غنضيف التحميره بابريكا، غادي ناخذ بصيله وغادي نشلضها بهذه الطريقه هذه. غنضيف البصله اللي شلطت على القطبان، وغادي لان انا غادي نرقدهم وغنديرهم في الثلاجه حتى الغد ليه. غادي نضيف القزبر معدنوس، انا عندي هنا مكونجلي. غنضيف الزيت، خديت هنا تقريبا كاس الا ربع، يعني كاس مع عمرش، وغادي نشوف غادي نزيد نحتاج مازال الزيت. ضفت مازال معلقه ديال تقريبا معلقه ديال التحميره، جاتني شويه ناقصه، وغادي نضيف الزيت باش ما يجينيش جاني شويه اللحم ناشف. درت قياس تقريبا ديال كاس وربع، وغنخلط كما كتشوفوا كنخلط مزيان تدخل لي قامه، نخلي هذا الشيء اللي كامل في الثلاجه. الوقت اللي غادي نحتاجو غد ليه غادي نجبدو، غيكون شارب لي قامه. صدر القطبان غادي ندير لهم سيلوفان، غادي نبيتو في الثلاجه، نخليهم الليله كامله في الثلاجه حتى الصباح، حتى وقت الغدا. في وقت الغدا جبدتهم من الثلاجه شابعين لي قامه مزيان، راقدين مزيان في قامه. غادي نزلقهم في القطبان. ما نطولش لكم الفيديو، يعني نوريكم معاه شويه شويه باش ما نطولش الفيديو. كنا كنتعرفوا نصايبوا القطبان نعمروهم، صافي نعمر القطبان. ضيفت بينه زرقاء وفيلات ديال الحولي وكليوات اللي شرمتهم بنفس الشرموله، ما درتش فيهم غير البصله، نفس اللي قامه اللي درتهم حتى هما، زعما خليتهم ما صورتهمش، حتى هما غادي نشويهم كيجيو هائلين.
غادي نعاود نشلط بصله، واحد جوج حتى 3 بصلات. حنا فاتنا كنديرو قطبان البصله ونزيد فيها الإقامة. خليكم معايا باش تشوفوا. غندير فيه الملحه، غندير البزار، غندير التحميره، غنضيف شويه ديال الزيت، وغنضيف ضروري الربيع، قزبر، معدنوس، صافي وهي واجده. هادوما صافي طبعا كيتزلكوا باش نطوي لكم الفيديو. هما كيتشواو الشغل قدام اللور. هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا، وكنتمنى الاعجاب ديالكم. ما نقولش لكم قبل نرجعو كيشهيو ما شهيتكم مع باتو في الاقامه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم.